السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلو حادق مع شيرين. تعالوا بقى النهاردة عاملين عزومة ضرب نار. ده كان يوم عزومة من ايام رمضان، اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ان شاء الله. لو عجبتكم وصفة النهاردة وعزومة النهاردة، اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ. زي ما احنا شايفين كده في اول الفيديو، العزومة بتاعتنا النهاردة حمام ومكرونة بالبشاميل. زي ما انتوا شايفين احنا بننظف الحمام كويس جدا. ده حمام بلدي زي ما انتوا شايفين، وهوريكم الفرق بين الحمام البلدي والحمام الابراج. ده حمام بلدي بيبقى الجلد بتاعه فيه نسبة من الصفار كده زي ما انتم شايفين كده، وبيبقى حجمه يعني وسط، ما بيكبرش عن كده. لو كبر عن كده ما تعرفيش تحشيه ولا يتسلق معاكي بسهولة. ده بقى الحمام الابراج. شايفين الجلد بتاعه بيبقى ابيض جدا، وتحس ان هو الجلد شفاف زي جلد مثلا الفراخ البيضة كده. المهم ان احنا لازم نفرق بين الحمام البلدي والحمام الابراج، لان الحمام البلدي طبعا بيبقى مسكر وعظمه بيبقى طري جدا وبيستوي بسرعة، ما بيضايقكيش اثناء التسوية. هنبتدي بقى ننظف الحمام بتاعنا كويس جدا ونتأكد ان كل حاجة فيه تمام زي ما انتم شايفين، وبنعمل زي توريقة بين الجلد واللحم عشان نقدر ان احنا نحشي الرز بدون اي مشاكل. هنبتدي بقى ننقعه في محلول النقع بتاعنا، دقيق وملح وسكر وليمون، ونعمل الخلطة بتاعتنا. الخلطة بتاعتنا رز وبصل مفروم وكبد وقوانص، ومعانا مجموعة من التوابل. هعرف كمية الحمام الرز المحتاج الحمامة ازاي. هناخد في ايدينا كده حبة رز ملو كف ايدك، هو ده اللي بتحتاجه الحمامية الواحدة. بتعدي بقى كام واحدة بتنزلي بيها وبتحشيها بالمقدار الرز. انا هنا شوحت الكبد والقوانص بتاعت الحمام في حتة زبدة كده، ونزلنا عليها بالبصل المفروم وهنشوحهم كويس جدا. طب انا ما عنديش زبدة، ينفع استخدم اي مادة دهنية، اي مادة دهنية انت حابة تستخدميها عادي جدا، بس انا بديكي التركة اللي هتخلي الرز بتاعك حلو جدا وطعمه لذيذ، وهتاكليه اكتر ما هتاكلي الحمام نفسه. نزلنا بقى بعد تشويح الكبد والقوانص مع البصل، نزلنا بالتوابل بتاعتنا. هو عبارة عن فلفل اسود وكمون، وكمان ملح طبعا حسب الرغبة وتبع التذوق بتاعك. وهنقلب كويس جدا. عندك رشة جوز الطيب يا سيدي بقى على الجمال، هتودي الحمام كده في مكان تاني. نزلنا بقى بكمية الرز بتاعنا. رز الحمام ما بنسويهوش، رز الحمام بيتحشي ني. وهقولك ازاي. احنا مجرد ان احنا نزلنا بالرز المتصفي كده، ده رز مصري يا جماعة، هنبتدي ان احنا نشوحه كده في الخلطة بتاعتنا لحد ما ينشف خالص. وده شكله زي ما انتوا شايفين، محطتش مية خالص عليه ولا اي حاجة، مجرد ان هو اتشرب معايا كده ونشف. هبتدي ان انا اسيبه يبرد وهبتدي احشي الحمام. هنبتدي الاول بالجزء الداخلي اللي هو بطن الحمامة، وهنسيب فراغ طبعا، مش هنكبسها قوي. ما ينفعش تكبسي اي طيور بالرز جامد، مش هيستوي معاكي لا اما هيفرقع. هنا بقى بنحشي الحمام من الزور كده تمام. وهنوزع بقى الرز ده كده في جميع انحاء الصدر كده عشان ياخد راحته اثناء التسويه. وهكرر تاني واقولك ما تحشيش الحمام وتكبسيه رز، عشان الرز يبقى مفلفل وحلو معاكي ويستوي بسهوله. انا بوريكي شايفين في فاصل اهو بين الرز وبين الجلد. هحشي معاكم واحدة كمان عشان نأكد المعلومة. شايفين انا ما بحطش رز كتير، وبسيب فاصل كده بين صباعي وبين بطن الحمامية كده عشان اتأكد ان ياخد مساحته ويزيد. طبعا عارفين ان احنا الرز بيزيد. هنغلي بقى مية وننزل الحمامة بتاعتنا على ظهرها، واول ما تغلي معايا هنبتدي نوطي. وهنا كان الحمام استوت وعرفت منين، كسرت الجناح بتاعها كده، اتكسر معايا بكل سهولة كده. الحمام بتاعي استوى وجاهز على التحمير. يلا بقى على ما الحمام يبرد كده عشان نحمره، هنبتدي نعمل المكرونة البشاميل. واول حاجة فيها تعصيجة اللحمة. نزلنا بالبصل وفي معلقة زبدة، وكمان اللحمة المفرومة، وهنزل بالتوابل ملح وفلفل وكمون وورقة لورا.
اول ما يتشوح معايا كده هنزل بيه كوبايه عصير طماطم، ودي اختياري، انا بحب احطها قوي في المكرونه البشاميل. هننزل بقى بكميه كده محترمه من الزبده والسمنه لو انت عايزه تعملي خليط، وهننزل بيه 5 معالق من الدقيق. والمناسب هنا لازم السمنه او الزبده تبقى قد مقدار الدقيق. انا بفضل البشاميل البلدي بتاعنا، يعني اكتر من البشاميل دلوقتي في ناس بتعمله على البارد، بس بحس ان الطعم ده طعم الاصيل بتاع زمان. هنشوح بقى الدقيق في الزبده كده، وزي ما انا قلت لكم مقدار الدقيق مقدار الزبده. انا هنا حطيت 5 معالق زبده ومع 5 معالق دقيق، وهنزل برتل من اللبن الكامل الدسم، وهنبتدي نقلب مع بعض كده. طبعا اللبن بدرجه حراره الغرفه. هننزل بيه 4 مثلثات من الجبنة اللي هي المطبوخة، وملح وفلفل ومرقة دجاج. طبعا مرقة الدجاج هنا اختياري. وهننزل برشة جوزة الطيب كمان. كده البشاميل بتاعك بقى عظمة بجد، جربيه مش هتندمي. زودنا بس كده حبة شوربة، لزوم بقى ايه ان لقيت مثلا القوام بتاعه سميك شوية، ابتديت ان انا اخفه. هنسلق المكرونة مش اكتر من 9 دقايق، والمكرونة كانت جاهزة معايا. وهننزل بتلت كمية البشاميل وهنقلبه في المكرونة كلها. التركة دي حلوة جدا. هندهن الصاج بتاعنا سمنة زبدة زيت زي ما انت عايزة، وهننزل بنص كمية المكرونة. طبعا احنا عملنا قبل كده في القناة طريقة البشاميل، بس انا عدتها معاكم تاني زيادة تأكيد. هننزل بالعصاج وبعد كده كمية المكرونة الجزء التاني، وهسويها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا بقى بضاية فلفل اسود كده هنزلها على بقية البشاميل، بضاية واحدة بس. وهننزل بكريمة البشاميل على الطاجن بتاعي او الصينية بتاعتي، وهنسويها كده بالشكل ده. ومعلقتين زبدة بقى كده على الوش لزوم التكات والحركات. طب ما احنا حاطين في البشاميل زبدة، هي دي التركة بتاعتنا. شوفي بقى اللون والشكل والريحة. حطيناها بقى في فرن متوسط الحرارة، وشغلنا فوق وتحت عشان عندنا مروحة. وده كان شكل المكرونة البشاميل بتاعتنا. عايزة اقول لكم محدش بياكل المكرونة بتاعتي الا لما بيشكر فيها. شايفين؟ ولا هي متماسكة ولا جوسي قوي، حلوة جدا، طعمها لذيذ. البشاميل حكاية بجد. تركة الجبنة الكيري او الجبنة المثلثات فيها روعة. يلا بقى نحمر الحمام. برد معانا كويس جدا عشان ما يفرقعش معانا. انا قليته في سمنة على زيت، بيدي طعم حلو قوي للتحمير اي طيور. هنبتدي بقى ننزل بالحمام كده على ظهره ونبتدي نقلب زي ما انتوا شايفين. هنقلب بقى بص الحمامة طايرة صحية ولا ايه؟ ادي الشكل النهائي بتاعنا، تحمير حلو جدا. ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا، ودي السفرة المتواضعة على قد الايد زي ما بيقولوا. شرفتني طبعا قدام ضيوفي، والف هنا وشفا على كل اللي كل من الوصفة دي. ادي الحمام المحشي المتحمر، وكمان المكرونه البشاميل روعه. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، واستنوني في وصفه جديده ان شاء الله.